تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس. فنحن مجتمع يرفض الاعتراف بأننا مجتمع يعيش التخلف. أنا حاسة روحي محقار، نقول لك الحق. ذهب ليقف ويشجع منتخب بلاده ومنتخبه الوطني ليجد نفسه وسط صافرات الحاقدين عليه من أيام زمان، صافرات أسقطت دموع اللاعب الذي أسعد الأجيال السابقة ورفع رؤوسها عاليا، صافرة أرادت إسقاط كرامة لاعب يضرب به المثل في الدول الأوروبية، صافرة أسقطت دموع شخص أراد أن يبين للجميع أن الوقوف مع الوطن في أغلب التظاهرات هو واجب شخصي، صافرة دويت في الملعب العاصمي بالراقي في لحظة كان الضحية منهمسا بالتركيز على أبناء بلده في الملعب ليسمع صافرة الاستهجان وليرفع الأخير رأسه لشاشة الملعب فيعلم الأخير أن المقصود هو أنت يا رابح، أنت أيها المدرب الذي فشلت يوما في تدريب منتخب بلادك، أنت الذي رفضك الكبير والصغير يوما كمدرب، واشتد الحقد وتوغل إلى قلوبهم بعد سنوات عجاف، لأنه في قلوبنا مرض وحقد فزادنا الله مرضا على مرض وحقدا على حقد. لاعب اعترف العالم بأسره وعلى مر التاريخ بأنه أسطورة، لاعب ترك بصمة في نادي بورتو توارثتها الأجيال الرياضية الجزائرية، فوالله إننا لا نستحي، نعم لا نستحي. منك يا براقي، وماذا أخرجت لنا؟ كنا نطالب بملاعب بمعايير أوروبية وننتقد ونضحك على بلادنا بأنها تعيش تخلف الملاعب القديمة والمهترئة. تغير الزمن وأصبحت الملاعب الجزائرية من أجمل الملاعب الإفريقية بل أولها، لكن لم يتغير المكان وبقي الجمهور جمهورا. نعم كلامي لن يعجبكم لأنني أتكلم الحقيقة منذ أن وضعت هذا القناع الذي يمثل كل جزائري حر يتكلم الحقيقة المرة بلا نفاق ولا مجاملة. ماجر عاهدناه في كل المباريات الوطنية بل حتى التظاهرات العربية، ماجر توجه مع الجماهير لمساندة الجزائر ولم يجلس ولم يبقى في البلاطوهات التلفزيونية ينتقد ويحطم كل ما هو جميل وبني في الجزائر. رابح دخل للملاعب وهو مبتسم عكس الذي رفض حتى الذهاب للملعب ومشاهدة مباراة عنوانها المنتخب الجزائري وماجد بوقرة، أو حتى بالماضي وهو جالس في بلاطوهات التلفزيون. فوالله إننا لا نستحي. خرج ماجر من الملعب وربما لن يعود، خرج ماجر من الباب الواسع وترك وراءه حقدا قد خلفناه نحن. نعم نحن، لأني مانيش من هذيك الفئة اللي نقول أنتم. نعم نحن، نعم نحن، لأن التغيير يبدأ بعبارة نحن وسطر تحتها يا وطني، يا أبناء جلدتي، متى نتغير؟ متى نوسع قلوبنا؟ يا الدنيا، وإيه على حسرتك بين أبناء وطنك يا ماجر. سامحنا يا ماجر، صحيح لم نعطيك الفرصة الأخيرة للمسامحة والصفح وتغلب الحقد على المسامحة. فصل الربيع على الأبواب، قطرة من قطرات الرحمة من المولى عز وجل لم تنزل، ثم نقول ماذا؟ ونقول لما يا الله؟ فالحقد والعنصرية على رأس هذه القائمة. عذرا يا ماجر، فوالله إننا لا نستحي. ماجر حقيقة ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس.